في خبر عاجل الآن، أول تعليق من زوج طبيبة النساء وسام شعيب بعد إلقاء القبض عليها، فماذا قال؟ تصدرت طبيبة النساء وسام شعيب وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب نشرها بثا مباشرا على حسابها الشخصي تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. وبعد ساعات من نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة. وفي أول رد من زوج الطبيبة وسام شعيب يتحدث عن الواقعة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بعد القبض عليها في البحيرة، قائلا: دكتورة وسام زوجتي، هي على صح وأنا مقتنع بها ووراها للنهاية، وربنا يعلم النية وإنها لم تفشي أسرار مرضاها سواء بذكر أسماء أو صفات يمكن أن يستدل عليهم بها. وأوضح أن المقطع المصور أتت بدافع تحذير الأسرة وتوعيتهم وليس لتحقيق مكاسب، مشددا على أن زوجته لم تفشي أي أسرار خاصة بمرضاها ولم تذكر أي معلومات عن هوايتهم.